الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا باحسن صحة وباحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كبدة الاسكندراني على اصولها بريحة بقى عربيات الشوارع، اللي هي بتبقى الريحة طالعة كده ونفسك تاكلي منها سندوتش. بس بقى دي انضف ومعمولة في البيت في 10 دقايق بس. هتبقى سهلة جدا جدا وفي نفس الوقت النتيجة هايلة. يا رب تكونوا بتستفادوا من المحتوى اللي بقدمه لكم. يلا بينا حالا نشوف الفيديو. دلوقتي بعد ما قدحت الزيت هبدأ انزل كده بمعلقة ثوم مفروم عشان ريحتها تطلع. اول ما ريحتها تطلع هنزل بالفلفل، عندي فلفل حامي وفلفل بارد اهو. طبعا ده مش كل الكمية، لسه هحط تاني ثوم مفروم وفلفل حامي وبارد على الكبدة لما اشوحها. ودلوقتي كمان هحط شوية كمون عشان ريحته تطلع. دلوقتي بقى الريحة بقى هتطلع، هبدأ انزل على طول بالكبدة بقى. انا عشان الزفارة تروح حطيت لها خل على ليمون وصفيتها، ما بغسلهاش بس بصفيها. ده انزل بقى بالكبدة. هسيبها بقى كده شوية وبعدين ابدأ اقلبها، تكون بس خدت لون والزيت رجع سخن تاني. دلوقتي بقى هنبدأ نقلبها كده. دلوقتي بعد ما قلبناها زي ما انتم شايفين كده لسه ما استوتش، هبدأ احط لها توم، بقية التوم المفروم وكمان بقية الفلفل الحامي على البارد، ونبدأ بقى نقلبهم كلهم على بعض. ولما بقى تدخل في السوا هنبدأ نحط لها ملح وكمون تاني. احنا محطناش ملح خالص، الملح بيتحط في الاخر، احنا حطينا بس شوية كمون. لكن بعد كده هنبدأ ننزل بكمون كمان ومعاهم ملح. هي كده خلاص اهي، بصوا استوت. انا بقى مجهزه لها ايه، مجهزه لها ملح وكمون وعصير ونص ليمونه معصور عليه. هبدأ بقى انزل عليها كده بالملح والكمون. الملح بحطه في الاخر عشان الملح دايما بيأخر السوا. وهنقلبها كويس جدا. بعد ما اتقلبت كده بقى هنبدأ ايه، نعصر عليها النص ليمونه. دي بقى الكبده دي عارفه الكبده اللي انت بتبقي ماشيه عربيات الشارع، عربيات الكبده بتاع اللي في الشارع دي، بتبقي ماشيه في الشارع بتبقي شامه ريحه الكبده بتاعت عربيات الكبده اهي، دي نفس الريحه هتشميها. هطفي بقى وتتقدم على طول. دلوقتي بعد ما خلصناها هنقدمها. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا جدا وريحتها طالعه حلوه جدا جدا، علشان الفلفل اللي احنا حطيناه في الزيت في الاول هو والكمون والثوم عمل ريحه حلوه جدا. يا رب يعجبكم الفيديو وتكونوا بتستفادوا من المحتوى اللي بقدمه لكم. ما تنسوش باللايك والشير والاشتراك في القناه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.